صح ما صح؟ كذلك نستفيد بأن الإنسان ينبغي له أن يحذر مما وقع فيه كثير من الناس حاشاكم عنهم، يسخرون بالذي ما عنده علم ثاني ولا عنده شهادة ولا يعني مع مال، فقير، ولو يحفظ كتاب الله تعالى ولو كان متدينا ما يشوفوا شيء، ما له قيمة كبيرة إلا في أعين الصالحين. أما في أعين الصالحين فهو كبير عندهم. صح ما صح؟ وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ذات يوم بعثا يعني جماعة، بعث جماعة وأراد يخلي عليهم أمير، والقي فيهم أصغرهم يحفظ البقرة، يحفظ سورة البقرة، أصغرهم أصغر القوم. الرسول قال أنت أميرهم لأنك تحفظ سورة البقرة. من الصالحين يريد يحضر دراسة مع ماجستير أن دكتوراه أنه إيش من مواد ما ذكر. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه مهتم يعني هو، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أي العلم أفضل؟ قال الرسول علم الفطرة. هو يسأل إيش معنى هذه الرؤيا؟ فعلم الفطرة علم الدين، لأن الله عز وجل قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما يذكر الدين يذكر فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكل مولود يولد على الفطرة. من هنا يؤخذ الدين، علم الدين من هنا يؤخذ الأساس. القرآن الكريم هو الأساس.